احمد باشا، في مصيبه جديده عند رحيم. في يا خالد؟ شكلنا كده داخلين على واحده تانية زي بتاع البولاق. اطلب قوه فورا. حاضر يا فندم. قوم، ما يامرش عليك ظالم. يا لهوي يا حلمي، في ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ انا عارفه في ايه يا رحيم؟ في ايه يا ابني؟ مفيش حاجه يا حاج. مفيش حاجه ازاي؟ هتسكت مراتك يا حلمي. حنان ما اسمعش صوتك. هات من الاخر يا عبود. ال50,000 جنيه فلوسي اللي كلهم صاحبك عليا. هو انا مش قلت لك يعوض عليك ربنا؟ بس لو عايز تسترزق عندي ليك شغلانه هتكسبك اكتر من كده بكتير. شغلانتي ما تبص لنفسك، ده انت طالع من السجن مش لاقي اللضا. مالكش فيه بقى. عايز تسترزق انت والرجاله اللي معاك دي ولا لا؟ انجز. فلوسي فين؟ عبوده، لو جاي وناوي تعلم وتمشي ما انصحكش، علشان رحيم لو عظم في قفه ما بيسيبش حد. وهقولها لك تاني، لو سلاحك ده اترفع عليا موتني، علشان لو ما متش هزعلك قوي. انت بتهددني؟ لا انا بس بفطمك، علشان ساعتها مش هيكون لك حق عندي. ومات الكلام. يا حاج بدر. ايوه. هات الامانه اللي عندك في الدولاب. امانه ايه؟ مالك قلقان ليه؟ ده انت اللي معاك السلاح. رحيم خد. امسك. ايه ده؟ ده العربون. ودول علشان الرجاله، علشان مش رحيم السيوفي اللي تيجي لحد عنده رجاله وتمشي من غير ما يتعمل معاها احلى واجب. خد يا دي امسك. على فكره دي انت ما تربيتش، انت ما عرفتش تربي رجالتك يا عبوده. مش تستاذن ياد معلمك الاول؟ اذن لهم بقى، خلي الرجاله تتحايل. مد ايدك يا. ايوه جاي. بص على شيشه تجيب قبلها هتضيف. العب يا برنس. خشب يا غشيم.